ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده بقى هنعمل كحك العيد. كل سنه وانتم طيبين. اولا كده معانا ايه المقادير بتاعت؟ يعني انا هعمل 2 كيلو من الدقيق. معايا كيسين من الدقيق. انا جبت اللي هو دوبيلا تحفه بجد. يعني الكحك طلع ناعم وحلو قوي. معايا ايه كوبايتين من اللبن، عليهم كوباية من السكر البودر. تمام. يعني معايا 2 كيلو دقيق، عليهم كوبايتين لبن وكوباية من السكر البودر. معايا كيلو من السمنة. يعني هو كيلو الدقيق بياخد نص سمنة. فأنا معايا كيلو سمنة مدوباها بس في الميكروويف. ومعايا معلقتين كبار من الخميرة، وثلاث معالق من البيكنج باودر، رشة ملح، ومعايا معلقتين سمسم كبار، سمسم أبيض يعني. بس وبهارات الكحك، يعني معلقة كده من بهارات الكحك. بس كده، يعني المقادير سهلة وبسيطة والله، مش حاجة صعبة ولا حاجة يعني. بس هو يعني العجن بتاعه هو اللي ايه، يعني لازم ناخد بالنا منه شوية. عايزة اقول لكم دوبيلا ده بجد الدقيق طلع تحفة. الكحكاية ناعمة وحلوة، ما فيهاش اي مشاكل صراحة. يعني انا كنت بستخدم انواع تانية، لا بس اللي هو دوبيلا حلو. يعني لسه ما عملش الكحك استخدموا هو ده بتاع الكحك والبسكوت. يعني لو لسه ما عملتوش بقى كحك وبسكوت والحاجات الحلوة بتاعة العيد دي، استخدموا بقى الدقيق ده حلو جدا. ولو متأخرين برضو زي كل سنة بقول لكم كده، لو متأخرين هتلحقوا برضو، يعني الموضوع سهل وبسيط ومش بياخد وقت خالص. بصوا، يعني انا قلبت كل المواد الجافة كلها مع بعض. والخميرة، لان انا واثقة النوع ده حلو جدا، فحطيتها على الدقيق على طول. لو مش واثقين في الخميرة ممكن نعمل لها اختبار. هنحط نص كوباية من اللبن، وعليهم معلقة من السكر. ونقلبهم شوية، ونسيبها بقى ايه لحد ما نلاقوها كده ايه عملت فوم عالي كده. خلاص هنعرف ان هي ايه خميرة حلوة وتمام التمام يعني. لو لقيناها هابطة كده ومش ما عملتش اي فوم، هنعرف ان هي ايه نوعها مش حلو. وانا حطيت نص معلقة من السكر، يعني نص معلقة لا مش سكر، رشة ملح. احنا حاطين كوباية من السكر البودر. هبدأ بقى ايه ابس كده العجين. مش هعجن يعني، انا بصوا بحط شوية شوية من السمنة. يعني بغلف الدقيق كله بالسمنة بس مش عجن. يعني بعمله ايه بين ايديا كده، زي بالطريقة دي يعني ببسه كده. يبقى كله كده متغلف، الدقيق كله متغلف بالسمنة. وبعد كده هنزل بقى ايه اللبن بالسكر عليه. يعني بجد سهل وسريع، يعني مش حاجة صعبة ولا حاجة. يعني ما تقولوش بقى كحك وموضوع كبير، لا الموضوع سهل وبسيط. ولو عايزين كيلو دقيق هيعمل برضو كمية حلوة. يعني كيلو دقيق بيطلع 2 كيلو من الكحك، 2 كيلو وشوية كمان. فيعني حلو، بيعمل كمية حلوة. بس انا عملت 2 كيلو دقيق. فاحنا ممكن نقسم المقادير دي. نقسمها، يعني لو هنعمل كيلو نبقى ايه كله ايه، نعمل النص يعني. يعني كيلو دقيق عليه نص كيلو من السمنة، عليهم كوباية من اللبن، نص كوباية سكر بودر. ايه تاني، معلقة كبيرة خميرة، معلقة ونص بيكنج باودر، ورشة الملح ورشة بهارات الكحك، ومعلقة كبيرة سمسم. بس كده، يعني موضوع سهل للكيلو برضو، والكيلو مش هياخد وقت معاكم خالص والله بجد. وبيعمل كمية حلوة. بصوا، يعني حطيت اللبن بقى واحدة واحدة كده، وبرضو مش هعجن يعني انا ايه، هلم مش هعجن، عشان لو عجنا هيقلب معانا بقى ايه، هيبقى شبه القراقيش كده. فاحنا لا، احنا عايزينه بقى كحك بقى الدايب الحلو ده. عايزه اقول لكم طلع حلو جدا. يعني طلع دايب كده وحلو قوي. هو بس العجن اللي بياخد وقت، ولو في العجان عادي جدا. بس انا بحب الكحك الصراحه اعمله على ايدي. ولو في العجان مش هياخد وقت، نعمله بالكف كده. فحلو يعني. بس انا احب اعمل الكحك كده على ايدي عشان يعني ابقى حاسه كده بالايه بالعجين كده. يعني بجد بيبقى حلو. يعني اشوف كده العجين ناعم بقى كده اتغلف كله. لا بثق في الكحك، يعني بثق فيه قوي لما بعمله على الايد. بصوا انا نقلته في حاجه اكبر شويه، وبعد كده ايه هسيبه بقى يخمر 10 دقايق.
ونبدأ نشكل. بصوا بقى انا هشكل يعني هعمل بالمنقاش كده واحداية اشوف شكلها، لو شققت ولا حاجة هعرف ان هو ايه يعني مش مظبوط. فلو شققت مننا ممكن نحط ايه معلقة من السمنة. بصوا بس هي مش تعمل اي حاجة، المقادير دي بجد هي نفس المقادير اللي انا عاملة بيها السنة اللي فاتت، وهكتبها لكم برضو بالجرامات الموضوع يعني حلو جدا، مش حاجة صعبة ولا حاجة ومضمون يعني بالجرامات بجد. المقادير لما بتبقى بالجرامات بتبقى مضمونة جدا. وبالكوباية حلو، بس ساعات ممكن نزود شوية ممكن نقلل شوية، فالجرام لا حلو يعني. الحاجة ما بتبقى بالميزان في الحاجات البسكوتات والكحك والحاجات دي لا بتبقى مضمونة اكتر. بصوا انا معايا ايه الملبن، حطيت عليه معلقتين من الزبدة وعجنته شوية، والعجوة نفس الكلام عجنتها، يعني مش بنحطه على النار ولا حاجة عشان ما ينشفش معانا. يعني زمان كنا بنخلي الحاجات دي ندوها تقليبة على النار، فكانت بتشد تلاقوا كده الكحكية اتفرفتت من حوالين الحشو اللي جواها. لكن لما نعجنها كده على الايد لا حلوة جدا والملبن حلو وطري، والعجوة نفس الكلام. يعني أنا سبتهم 10 دقايق وبدأت اشكل بس، وهرص بقى في الصواني بتاعتي، وبعدين في الاخر ايه اسويه. يعني هسوي اول صينية خلصتها هبدأ هي دي اللي هاخدها، عشان هتكون ايه يعني كملت التخمير بتاعها. طيب التسوية بشغل الفرن قبلها ب10 دقايق يبقى سخن كده، واحط على الرف اللي في النص. الاقي بقى يعني الجناب كده احمرت، او ممكن يتحمر كله على حسب الفرن. طيب لو من تحت لقيناه استوى ولونه بقى ذهبي وحلو كده، وفوق لسه فاتح، ممكن نفتح الشواية بس نبعد الكحك عن الشواية، يبقى بعيد شوية عشان ما يتحرقش مننا ويبقى ني من جوه. يعني ممكن يستوي ويبقى ني من جوه، فاحنا برضو نبعد عن الشواية ونفتح الشواية عادي عليه، بس يبقى برضو ايه عينينا عليه. وهي صينية الكحك بتاخد حوالي ربع ساعة في الفرن، بس هو على حسب الفرن. يعني في فرن بتبقى حامية قوي وبتسوي الحاجة بسرعة، وفي لا. واحنا برضو ما نعليش الحرارة، يعني نخليها ايه في النص. يعني مثلا 170 حلو جدا، لو ما فيش درجات حرارة يبقى الدرجة اللي هي في النص. لان في فرن كذا حد يعني سألني في فرن ما بيبقاش ليها درجة حرارة وكده، فعادي ممكن نخليها ايه يعني فوق الهادي بشوية، يعني لما بنهدي الفرن لا فوقيه بشوية بقى في النص يعني. بصوا كده خلصنا الصواني كلها، يعني والله ال2 كيلو عملوا كمية حلوة. هبدأ بقى ايه ادخل الفرن اول صينية عملتها. بصوا دي طلعناها حلوة جدا، ولا فرش بقى ولا عمل اي حاجة غريبة يعني، نفس الحجم. يعني لو خمر شوية حاجة بسيطة، وبحب اصغره شوية، يعني بقطع العجين صغير شوية، فبتلاقوه يعني ما بيبقاش كبير وشكله مش حلو يعني. بصوا بقى انا مش هحط عليه سكر كله، يعني كده الكمية كلها يعني بصوا ال2 كيلو عمل لنا كمية حلوة. بصوا بقى الكحك بقى بجد تحفة دايب وجميل جدا. انا هحط بقى ايه يعني هشيله كده من غير سكر، لان في ناس مش بيحبوا بالسكر وكده، فمش هرش عليه كله سكر. يعني انا عملت على كام واحدة كده سكر، رشيت عليهم سكر بودر، والباقي بقى هرصه في العلبة بتاعته من غير، ولما وقت التقديم بقى هرش عليه سكر براحتي. بس هو لا تحفة والله. جربوا بقى لو لسه ما بدأتوش او لسه ما عملتوش الكحك، جربوا يعني مش هياخد معاكم ساعتين ولا حاجة. يعني هو بس ايه تشكيله هو اللي بياخد وقت، لان انا عملته بالمنقاش كله، فانا بحب اعمله بالمنقاش. يعني في اللي هي الحاجات بقى البصمات وكده بتسرع اكتر معانا، فمش هياخد والله وقت خالص. يعني هي ساعتين بالكتير قوي، ولا ساعة ونص هنكون خلصنا يعني ان شاء الله. بصوا بقى انا حطيت في العلبة الحلوة دي ورق زبدة، وهرص بقى الكحك كله وبس كده. جربوا بقى وقولوا لي رأيكم، وكل سنة وانتم طيبين. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة بقى اللي بتشجعني. ان شاء الله بقى ايه استنوا فيديو البسكوت هيعجبكم برضو. يعني عايزة اقول لكم برضو البسكوت ما خدش وقت وحلو جدا. استنوه بقى مع السلامة.